نروح للسويس. السويس الحقيقة كان فيها برضو عدد من المسيرات في حي الأربعين لأعضاء وأنصار الجماعة المحظورة، وكانت تظاهرات الجماعة في السويس بتحمل عنوان طريقنا للقدس. والحقيقة قبل ما نعرف التفاصيل يعني من مراسلنا هناك، والله طريقكم للقدس، ما تروحوا القدس وخلصونا. يعني هو كل شويه يقعدوا يتكلموا جوه مصر ويقول لك على القدس رايحين شهداء بالملايين ومش عارف ايه والكلام الفارغ بتاعهم ده. طب ما تروحوا هناك ورونا شطارتكم ورجولتكم يعني، ولا انتوا فالحين بس ترموا زلط ولا تدلقوا زيت وتقعدوا تولعوا هنا في الكنائس وما الى ذلك يعني. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن ما دار في السويس من مراسلنا هناك محمد كمال. اليك محمد. والله زي ما بتقول كده رامي، كان اسم الفعاليه مرتبط باسم السويس، فكان في حاله من الاستنفار الامني في محافظه السويس بالكامل. كنا شفنا تكثيف امني في منطقه المجرى الملاحي قناه السويس ونفق الشهيد احمد حمدي وكافه المنشات الحيويه والخاصه في محافظه السويس. اليوم بدا طبيعي، خرج انصار تنظيم الاخوان المحظور من مسجد حمزه في حي فيصل، انطلقوا الى ميدان الأربعين وحي السويس من الشوارع الخلفيه لعدم الاصطدام بقوات الامن وقوات الشرطه المتمركزه في ميدان الأربعين منذ 6 اكتوبر الحالي. بعد صلاه العصر مباشره اكتشفنا ان انصار الاخوان المسلمين متمركزين في منطقه الغريب او منطقه ميدان الخضر تحديدا. بعد ان وصلوا عن طريق الشوارع الخلفيه، قوات الامن على الفور قامت بغلق الطرق بالقرب من ميدان الأربعين وبالقرب من عدد من الكنائس حتى يتم تامينهم. على الفور قام انصار الاخوان المسلمين برشق قوات الامن بالحجاره، وحدث اشتباكات بين قوات الامن وانصار التنظيم المحظور، وقوات الامن قامت بالقاء عدد من قنابل مسيله للدموع، ولكن سرعان ما فر انصار الاخوان وعدى اليوم بسلام الحمد لله. وعلى الجانب الاخر كان في واقعه برضو مهمه لازم اذكرها، ان الجيش الثالث تمكن من ضبط 4 من انصار الاخوان المسلمين في احدى الكمائن بطريق السويس جنوب سيناء، وتم الاكتشاف انهم بحوزتهم شيك ب 39 مليون جنيه وكانوا متوجهين الى شرم الشيخ. بحوزتهم شيك بقيمه 39 مليون جنيه. وكانوا متوجهين الى شرم 39 مليون جنيه 39 مليون جنيه وكانوا متوجهين لشرم الشيخ. تم التحفظ عليهم وتسليمهم لضباط الامن الوطني في جنوب سيناء، دي كانت واقعه لازم كنا نذكرها لان ليها دلالات كبيره. فيما يتعلق بالفعاليات في محافظه السويس الحمد لله ما حصلش اي اصابات، واليوم انتهى بسلام. قوات الامن كانت مسيطره بالكامل، وقوات الجيش كانت مكثفه تواجدها، وقوات الجيش في السابعه مساء انتشرت بجميع شوارع المحافظه، والحمد لله اليوم عدى بسلام بفضل قوات الامن وقوات الشرطه. تمام، بشكرك شكرا جزيلا محمد كمال مراسل اون تي في بالسويس. شيك ب 39 مليون جنيه يعني مش مفاجأة الحقيقة، ده معتاد الحقيقة، بس اللطيف انه هتافهم ولا عنوان المسيرة بتاعتهم طريقنا للقدس ده، والله عاملين بالظبط زي الفار كده اللي شايف قط من ورا السور وعمال يقول له ده انا هعورك، ده انا بهدلك، ده انا اقطعك، واول بس ما القط يتحرك هتلاقي الفار ده دخل جوه الجحور. الموضوع بسيط جدا، على القدس رايحين شهداء بالملايين، طريقنا للقدس والكلام الفارغ بتاعكم ده كله، لو انتوا رجاله ورونا ممكن تعملوا ايه هناك، والطريق مفتوح، محدش هيقول لكم ما تروحوش يعني. مع الف سلامه والقلب داعي لكم.